السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى عبده من انجليزي ديليفري. يلا بينا. اخطاء شائعه في اللغه الانجليزيه خلي بالك منها، خليك معايا. لو انت بتفضل الشاي عن القهوه ما ينفعش تقول I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. ما ينفعش هنا than خالص ابدا. امال نستخدم ايه؟ نستبدلها ب to، لان prefer الفعل ده بياخد حرف جر to. هتبقى الجمله I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. المعلومة الثانية، ما ينفعش تقول I will go to home. I will go to home. أنا هروح البيت. لكن صح هنا I will go home على طول غير to. I will go home. I will go home. وفي النهاية يا ريت نعمل لايك وتعليق ظريف كده منك. سلام. يلا بينا نتعلم مصطلحات الصيدلية. انت وداخل الصيدلية نفسها اسمها فارماسي يعني صيدلية. الصيدلي نفسه اللي واقف ده اسمه فارماسيست، او ممكن نقول له كيمست. هيدي لك ايه بقى؟ هيدي لك دواء. الدواء اسمه ميدسن. انت بقى تعبان وعايز مسكن للألم، هتقول له عايز ايه؟ هتقول له عايز بين كيلر. وكمان عايز مخفض الحرارة بالانجليزي اسمه فيفر ريديوسر. ادالك العلاج وعايز تسأله عن الآثار الجانبية للعلاج. آثار جانبية اسمها سايد افكتس. لو عندك كمان تأمين صحي وعايز تقول له عليه، هتقول له health insurance. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، بس ما تنسوش مشاركة ولايك ومتابعة. المسلسل الكبير اللي كان شغال في رمضان اللي فات كان فيه كام كلمة غريبة باللغة الإنجليزية. نشوف مع بعض ونرجع نحلل. في أمريكا ذات نفسها بيسموها بيزار وكريبي. أول كلمة قالها الكبير في المقطع اللي فات ده كلمة بيزار معناها هنا غريب أو عجيب الأطوار. مثال: The story had a most bizarre ending. معناها ان القصة دي نهايتها غريبة. وكمان لما تعرف ان من عادات الجواز في تركيا ان العريس لازم يشرب قهوة، هتقول That's bizarre. الكلمة التانية اللي قالها الكبير كلمة كوريبي ممكن نقولها في المسلسل ده على اكتر من شخصية. يعني ممكن نقولها على مربوح كوريبي، شخصية فعلا شخصية غريبة. ممكن نقولها على فزاع، ممكن نقولها على اي حد له اطوار معينه. سلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن المذاق باللغه الانجليزيه. حلو او مسكر معناها سويت. معناها ايه؟ سويت. The tea is sweet. الشاي حلو او مسكر. مر يعني ايه بالانجليزي؟ معناها bitter. طب لو الشاي مر اقول عليه ايه؟ أقول the tea is bitter. لو الأكل حار مشطشط يعني زي ما بنقول كده بالبلدي، أقول عليه إيه؟ أقول spicy. The food is spicy. طيب لو الأكل مالح أقول عليه إيه؟ أقول salty. The food is salty. وفي النهاية يلا سلام. See you later. سلام. لو عايز تقول بالانجليزي على الأرجح لا، هتقولها ازاي بالانجليزي؟ هتقول probably not. لكن لو عايز تقول من غير سبب باللغة الإنجليزية هتقول for no reason. لو واحد صاحبك بيقول لك شوف لي شغلانة في الشركة بتاعتكم، وعايز تقول له دي جابت ظرافها، جت على الحديدة،
الشركة فلست، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ هتقول the company went belly up. The company went belly up. The company went belly up. I can't believe you and Carol went belly up, man. She was. Mom, his company went belly up. They went belly up like all the other internet companies. He's a loser. He lost all his equity when the firm went belly up in the recession of '71. Every store went belly up. Lumpy's the only one left. Oh yes, I'm sure a lot of people went belly up on that one. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع فيديو جديد من سلسلة ازاي تقول باللغة الانجليزية. ازاي نقول ان الحاجة دي رخيصة جدا؟ اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول it was a steal. It was a steal. It was a steal. غالي جدا. اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول I cost an arm and a leg. I cost an arm and a leg. المصطلح الثالث، لو عايز تقول لحد على جثتي هتقول له ايه بالانجليزي؟ over my dead body. over my dead body. over my dead body. المصطلح الرابع اللي معانا النهارده، لو حابب تقول لحد ما تزنش على وداني، ما تلحش عليا، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ don't push me. don't push me. don't push me. don't push me. النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن امتحانات القبول في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية. تابعونا. يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. امتحان القبول في مدارس التمريض عبارة عن 4 امتحانات. الامتحان الأولاني عبارة عن امتحان لغة عربية، عبارة عن امتحان إملا يعني. الامتحان الثاني بيكون امتحان لغة إنجليزية. وبعد كده في كشف هيئة وكشف طبي. اللي يهمنا النهارده هو امتحان اللغة الإنجليزية. طبعا ناس كتير جدا مش عارفة امتحان اللغة الإنجليزية هيجي ازاي. طبعا الناس كلها خايفة من امتحانات القبول بتاعة مدارس التمريض، وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية. وده عنوان حلقتنا النهارده. اللي عايزكم تعرفوه ان امتحان اللغة الإنجليزية بيختلف من محافظة للتانية، بس دايما يعني اللي احنا بنشوفه انه بيتكون من 4 أسئلة. السؤال الأولاني بيكون عبارة عن محادثة dialogue، تمام؟ والسؤال الثاني بيكون عبارة عن choose، اختار. السؤال الثالث بيكون عبارة عن comprehension، عبارة عن قطعة فهم. اما السؤال الرابع والاخير بيكون عبارة عن مقال. ما تقلقوش خالص، في اخر الفيديو انا سايب لكم بعض الاوراق اللي هتساعدكم في ان انت تعدي الامتحان. عشان تقدر تحله لازم تكون ملم بقواعد اللغة الانجليزية في الصف الثالث الاعدادي، يعني قواعد ثالثة اعدادي تذاكرها كويس، تمام؟ السؤال الثاني اللي هو السؤال الاختيارات، لازم تكون ملم ببعض المفردات الطبية، وانا جايب لك لستة ببعض المفردات الطبية هعرضها ان شاء الله اخر الفيديو. السؤال الثالث اللي هو قطعة الفهم هتكون بسيطة وسهلة خالص، وهتقدر ان شاء الله تحلها وتعديها. السؤال الرابع هيكون سؤال المقال، مش هيطلع بره على الموضوعين اللي انا هديهم لك اخر الفيديو مكتوبين وجاهزين، اللي هو عبارة عن موضوع عن النيرسينج او موضوع عن الفيروس. وفي نهاية الفيديو عايزك تشترك في القناة عشان تفيد غيرك والقناة تنتشر، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا في اللغة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واولى حلقات قل ولا تقل باللغة الانجليزية وانجليزي ديليفري. خليكم معانا.
لو عايز تقول انا عندي اخبار كويسه ما تقولش I have a good news. ما تقولش I have a good news. قول I have good news. I have good news. عندي اخبار كويسه. لما تيجي تتكلم على سنك ما تقولش I have. هتستخدم I am. يعني ما تقولش I have 30 years old. انا عندي 30 سنه. دي غلط. هنستخدم I am 30 years old. ما تقولش I lost the bus. I lost the bus. دي غلط. هتقول I missed the bus. I missed the bus. لما الباص يسيبك ويمشي ما تلحقوش. I missed the bus. لو عايز تقول لحد انت موافق ما تقولهوش are you agree. are you agree ما تنفعش هنا. امال هنقول له ايه؟ هنقول do you agree. do you agree. ما ينفعش نقول I have arrived at Cairo. I have arrived at Cairo. ما ينفعش نقولها. امال نقول ايه؟ هنقول I have arrived in Cairo. I have arrived in Cairo. انا وصلت القاهرة. ما ينفعش نقول I have arrived to the airport. لكن صح اقول I have arrived at the airport. I have arrived at the airport. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى عبده من انجليزي ديليفري. يلا بينا. اخطاء شائعه في اللغه الانجليزيه خلي بالك منها. خليك معايا. لو انت بتفضل الشاي عن القهوه ما ينفعش تقول I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. ما ينفعش هنا than خالص ابدا. امال نستخدم ايه؟ نستبدلها ب to، لان prefer الفعل ده بياخد حرف جر to. هتبقى الجمله I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. المعلومة الثانية ما ينفعش تقول I will go to home. I will go to home. أنا هروح البيت. لكن صح هنا I will go home على طول غير to. I will go home. I will go home. وفي النهاية يا ريت نعمل لايك وتعليق ظريف كده منك. سلام. يلا بينا نتعلم مصطلحات الصيدلية. أنت وداخل الصيدلية نفسها اسمها فارماسي يعني صيدلية. الصيدلي نفسه اللي واقف ده اسمه فارماسيست او ممكن نقول له كيمست. هيدي لك ايه بقى؟ هيدي لك دواء. الدواء اسمه ميدسن. انت بقى تعبان وعايز مسكن للألم، هتقول له عايز ايه؟ هتقول له عايز بين كيلر. وكمان عايز مخفض الحرارة بالانجليزي اسمه fever reducer. ادالك العلاج وعايز تسأله عن الآثار الجانبية للعلاج. آثار جانبية اسمها side effects. لو عندك كمان تأمين صحي وعايز تقول له عليه هتقول له health insurance. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، بس ما تنسوش مشاركة ولايك ومتابعة. مسلسل الكبير اللي كان شغال في رمضان اللي فات كان فيه كام كلمة غريبة باللغة الإنجليزية. نشوف مع بعض ونرجع نحلل. في أمريكا ذات نفسها بيسموها بيزار وكريبي. أول كلمة قالها الكبير في المقطع اللي فات ده كلمة بيزار معناها هنا غريب أو عجيب الأطوار. مثال The story had a most bizarre ending. معناها ان القصة دي نهايتها غريبة. وكمان لما تعرف ان من عادات الجواز في تركيا ان العريس لازم يشرب قهوة هتقول That's bizarre. الكلمة التانية اللي قالها الكبير كلمة كوريبي ممكن نقولها في المسلسل ده على اكتر من شخصية. يعني ممكن نقولها على مربوح كوريبي، شخصية فعلا شخصية غريبة. ممكن نقولها على فزاع، ممكن نقولها على اي حد له اطوار معينه. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن المذاق باللغه الانجليزيه.
حلو او مسكر معناها sweet. معناها ايه؟ sweet sweet. The tea is sweet. الشاي حلو او مسكر. مر يعني ايه بالانجليزي؟ معناها bitter bitter bitter. طب لو الشاي مر اقول عليه ايه؟ اقول the tea is bitter. the tea is bitter. لو الاكل حار مشطشط يعني زي ما بنقول كده بالبلدي اقول عليه ايه؟ اقول spicy spicy spicy. the food is spicy. the food is spicy. طيب لو الاكل مالح اقول عليه ايه؟ اقول salty. the food is salty. the food is salty. the food is salty. وفي النهاية يلا سلام. see you later. سلام. لو عايز تقول بالانجليزي على الارجح لا. على الارجح لا. هتقولها ازاي بالانجليزي؟ هتقول probably not. Probably not. Probably not. Probably not. لكن لو عايز تقول من غير سبب باللغة الإنجليزية هتقول for no reason. 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 لو واحد صاحبك بيقول لك شوف لي شغلانة في الشركة بتاعتكم وعايز تقول له دي جابت ظرافها جات على الحديدة الشركة فلست هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ هتقول the company went belly up. the company went belly up. the company went belly up. I can't believe you and Carol went belly up, man. She was. Mom, his company went belly up. They went belly up like all the other internet companies. He's a loser. He lost all his equity when the firm went belly up in the recession of 71. Every store went belly up. Lumpy's the only one left. Oh, yes, I'm sure a lot of people went belly up on that one. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع فيديو جديد من سلسلة ازاي تقول باللغة الانجليزية. ازاي نقول ان الحاجة دي رخيصة جدا؟ اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول it was a steal. it was a steal. it was a steal. غالي جدا. اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول I cost an arm and a leg. I cost an arm and a leg. المصطلح الثالث لو عايز تقول لحد على جثتي هتقول له ايه بالانجليزي؟ over my dead body. over my dead body. over my dead body. المصطلح الرابع اللي معانا النهارده لو حابب تقول لحد ما تزنش على وداني ما تلحش عليا هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ don't push me. don't push me. don't push me. don't push me. النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن امتحانات القبول في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية. تابعونا. يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. امتحان القبول في مدارس التمريض عبارة عن 4 امتحانات. الامتحان الأولاني عبارة عن امتحان لغة عربية، عبارة عن امتحان إملا يعني. الامتحان الثاني بيكون امتحان لغة إنجليزية. وبعد كده في كشف هيئة وكشف طبي. اللي يهمنا النهارده هو امتحان اللغة الإنجليزية. طبعا ناس كتير جدا مش عارفة امتحان اللغة الإنجليزية هيجي ازاي. طبعا الناس كلها خايفة من امتحانات القبول بتاعة مدارس التمريض وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية. وده عنوان حلقتنا النهارده. اللي عايزكم تعرفوه ان امتحان اللغة الإنجليزية بيختلف من محافظة للتانية. بس دايما يعني اللي احنا بنشوفه انه بيتكون من 4 أسئلة. السؤال الأولاني بيكون عبارة عن محادثة dialogue. تمام؟ والسؤال الثاني بيكون عبارة عن choose اختار. السؤال الثالث بيكون عبارة عن comprehension عبارة عن قطعة فهم. اما السؤال الرابع والاخير بيكون عبارة عن مقال. ما تقلقوش خالص، في اخر الفيديو انا سايب لكم بعض الاوراق اللي هتساعدكم في ان انت تعدي الامتحان. عشان تقدر تحله لازم تكون ملم بقواعد اللغة الانجليزية في الصف الثالث الاعدادي، يعني قواعد ثالثة اعدادي تذاكرها كويس. تمام؟ السؤال الثاني اللي هو السؤال الاختيارات لازم تكون ملم ببعض المفردات الطبية، وانا جايب لك لستة ببعض المفردات الطبية هعرضها ان شاء الله اخر الفيديو. السؤال الثالث اللي هو قطعة الفهم
هتكون بسيطة وسهلة خالص، وهتقدر ان شاء الله تحلها وتعديها. السؤال الرابع هيكون سؤال المقال، مش هيطلع بره عن الموضوعين اللي انا هديهم لك اخر الفيديو مكتوبين وجاهزين، اللي هو عبارة عن موضوع عن النيرسينج او موضوع عن الفيروس. وفي نهاية الفيديو عايزك تشترك في القناة عشان تفيد غيرك والقناة تنتشر، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا في اللغة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واولى حلقات قل ولا تقل باللغة الانجليزية وانجليزي ديليفري، خليكم معانا. لو عايز تقول انا عندي اخبار كويسة، ما تقولش I have a good news. ما تقولش I have a good news، قول I have good news. I have good news، عندي اخبار كويسة. لما تيجي تتكلم على سنك ما تقولش I have، هتستخدم I am. يعني ما تقولش I have 30 years old، انا عندي 30 سنة، دي غلط. هنستخدم I am 30 years old. ما تقولش I lost the bus. I lost the bus، دي غلط. هتقول I missed the bus. I missed the bus، لما الباص يسيبك ويمشي ما تلحقوش. I missed the bus. لو عايز تقول لحد انت موافق، ما تقولهوش are you agree. are you agree ما تنفعش هنا. امال هنقول له ايه؟ هنقول do you agree. do you agree. ما ينفعش نقول I have arrived at Cairo. I have arrived at Cairo، ما ينفعش نقولها. امال نقول ايه؟ هنقول I have arrived in Cairo. I have arrived in Cairo، انا وصلت القاهرة. ما ينفعش نقول I have arrived to the airport، لكن صح اقول I have arrived at the airport. I have arrived at the airport. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى عبده من انجليزي ديليفري. يلا بينا. اخطاء شائعة في اللغة الانجليزية خلي بالك منها، خليك معايا. لو انت بتفضل الشاي عن القهوة ما ينفعش تقول I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee، ما ينفعش هنا زان خالص ابدا. امال نستخدم ايه؟ نستبدلها ب to، لان prefer الفعل ده بياخد حرف جر to. هتبقى الجملة I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. المعلومة الثانية، ما ينفعش تقول I will go to home. I will go to home، أنا هروح البيت. لكن صح هنا I will go home على طول، غير to. I will go home. I will go home. وفي النهاية يا ريت نعمل لايك وتعليق ظريف كده منك. سلام. يلا بينا نتعلم مصطلحات الصيدلية. انت وداخل الصيدلية نفسها اسمها فارماسي يعني صيدلية. الصيدلي نفسه اللي واقف ده اسمه فارماسيست، او ممكن نقول له كيمست. هيدي لك ايه بقى؟ هيدي لك دواء. الدواء اسمه ميدسن. انت بقى تعبان وعايز مسكن للألم، هتقول له عايز ايه؟ هتقول له عايز pain killer. وكمان عايز مخفض الحرارة. مخفض الحرارة بالانجليزي اسمه fever
reducer. ادالك العلاج وعايز تسأله عن الآثار الجانبية للعلاج. آثار جانبية اسمها side effects. side effects. لو عندك كمان تأمين صحي وعايز تقول له عليه هتقول له health insurance. health insurance. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، بس ما تنسوش مشاركة ولايك ومتابعة. المسلسل الكبير اللي كان شغال في رمضان اللي فات كان فيه كام كلمة غريبة باللغة الإنجليزية. نشوف مع بعض ونرجع نحلل. في أمريكا ذات نفسها بيسموها بيزار وكريبي. أول كلمة قالها الكبير في المقطع اللي فات ده كلمة بيزار. بيزار. بيزار معناها هنا غريب أو عجيب الأطوار. مثال: The story had a most bizarre ending. The story had a most bizarre ending. معناها إن القصة دي نهايتها غريبة. وكمان لما تعرف إن من عادات الجواز في تركيا إن العريس لازم يشرب قهوة هتقول That's bizarre. That's bizarre. الكلمة التانية اللي قالها الكبير كلمة creepy. كلمة creepy ممكن نقولها في المسلسل ده على أكتر من شخصية. يعني ممكن نقولها على مربوح creepy، شخصية فعلا شخصية غريبة. ممكن نقولها على فزاع، ممكن نقولها على أي حد له أطوار معينة. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن المذاق باللغة الإنجليزية. حلو أو مسكر معناها sweet. معناها ايه؟ sweet. sweet. The tea is sweet. الشاي حلو أو مسكر. مر يعني ايه بالإنجليزي؟ معناها bitter. 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 طب لو الشاي مر أقول عليه ايه؟ أقول the tea is bitter. The tea is bitter. لو الأكل حار مشطشط يعني زي ما بنقول كده بالبلدي أقول عليه إيه؟ أقول spicy. 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 The food is spicy. The food is spicy. طيب لو الأكل مالح أقول عليه إيه؟ أقول salty. The food is salty. The food is salty. The food is salty. وفي النهاية يلا سلام. See you later. سلام. لو عايز تقول بالإنجليزي على الأرجح لا. على الأرجح لا. هتقولها ازاي بالإنجليزي؟ هتقول probably not. Probably not. Probably not. Probably not. لكن لو عايز تقول من غير سبب باللغة الإنجليزية هتقول for no reason. 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 لو واحد صاحبك بيقول لك شوف لي شغلانة في الشركة بتاعتكم وعايز تقول له دي جابت ظرافها جات على الحديدة الشركة فلست، هتقولها له ازاي بالإنجليزي؟ هتقول the company went belly up. The company went belly up. The company went belly up. I can't believe you and Carol went belly up, man. She was. Mom, his company went belly up. They went belly up like all the other internet companies. He's a loser. He lost all his equity when the firm went belly up in the recession of 71. Every store went belly up. Lumpy's the only one left. Oh, yes, I'm sure a lot of people went belly up on that one. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير مع فيديو جديد من سلسلة ازاي تقول باللغة الإنجليزية. ازاي نقول ان الحاجة دي رخيصة جدا؟ اقولها ازاي بالإنجليزي؟ اقول it was a steal. It was a steal. It was a steal. غالي جدا. اقولها ازاي بالإنجليزي؟ اقول I cost an arm and a leg. I cost an arm and a leg. المصطلح الثالث لو عايز تقول لحد على جثتي هتقول له ايه بالانجليزي؟ over my dead body. over my dead body. over my dead body. المصطلح الرابع اللي معانا النهارده لو حابب تقول لحد ما تزنش على وداني، ما تلحش عليا، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ don't push me. don't push me. don't push me. don't push me. النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن امتحانات القبول في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية. تابعونا.
يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. امتحان القبول في مدارس التمريض عبارة عن 4 امتحانات. الامتحان الأولاني عبارة عن امتحان لغة عربية، عبارة عن امتحان إملا يعني. الامتحان الثاني بيكون امتحان لغة إنجليزية، وبعد كده في كشف هيئة وكشف طبي. اللي يهمنا النهارده هو امتحان اللغة الإنجليزية. طبعا ناس كتير جدا مش عارفة امتحان اللغة الإنجليزية هيجي ازاي. طبعا الناس كلها خايفة من امتحانات القبول بتاعة مدارس التمريض، وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية، وده عنوان حلقتنا النهارده. اللي عايزكم تعرفوه ان امتحان اللغة الإنجليزية بيختلف من محافظة للتانية، بس دايما يعني اللي احنا بنشوفه انه بيتكون من 4 أسئلة. السؤال الأولاني بيكون عبارة عن محادثة dialogue، تمام؟ والسؤال الثاني بيكون عبارة عن choose، اختار. السؤال الثالث بيكون عبارة عن comprehension، عبارة عن قطعة فهم. أما السؤال الرابع والأخير بيكون عبارة عن مقال. ما تقلقوش خالص، في آخر الفيديو أنا سايب لكم بعض الأوراق اللي هتساعدكم في إن أنت تعدي الامتحان. عشان تقدر تحله لازم تكون ملم بقواعد اللغة الإنجليزية في الصف الثالث الإعدادي، يعني قواعد ثالثة إعدادي تذاكرها كويس، تمام؟ السؤال الثاني اللي هو السؤال الاختيارات، لازم تكون ملم ببعض المفردات الطبية، وأنا جايب لك لستة ببعض المفردات الطبية هعرضها إن شاء الله آخر الفيديو. السؤال الثالث اللي هو قطعة الفهم هتكون بسيطة وسهلة خالص، وهتقدر إن شاء الله تحلها وتعديها. السؤال الرابع هيكون سؤال المقال، مش هيطلع بره على الموضوعين اللي أنا هديهم لك آخر الفيديو مكتوبين وجاهزين، اللي هو عبارة عن موضوع عن النيرسينج أو موضوع عن الفيروس. وفي نهاية الفيديو عايزك تشترك في القناة عشان تفيد غيرك والقناة تنتشر، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا في اللغة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واولى حلقات قل ولا تقل باللغة الانجليزية وانجليزي ديليفري، خليكم معانا. لو عايز تقول انا عندي اخبار كويسة، ما تقولش I have a good news، ما تقولش I have a good news، قول I have good news، I have good news، عندي أخبار كويسة. لما تيجي تتكلم على سنك ما تقولش I have، هتستخدم I am. يعني ما تقولش I have 30 years old، أنا عندي 30 سنة، دي غلط. هنستخدم I am 30 years old. ما تقولش I lost the bus، I lost the bus، دي غلط. هتقول I missed the bus، I missed the bus، لما الباص يسيبك ويمشي ما تلحقوش. I missed the bus. لو عايز تقول لحد انت موافق، ما تقولهوش are you agree، are you agree ما تنفعش هنا. امال هنقول له ايه؟ هنقول do you agree، do you agree. ما ينفعش نقول I have arrived at Cairo، I have arrived at Cairo، ما ينفعش نقولها. امال نقول ايه؟ هنقول I have arrived in Cairo، I have arrived in Cairo، انا وصلت القاهرة. ما ينفعش نقول I have arrived to the airport، لكن الصح اقول I have arrived at the airport، I have arrived at the airport. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى عبده من انجليزي ديليفري. يلا بينا.
اخطاء شائعه في اللغه الانجليزيه خلي بالك منها، خليك معايا. لو انت بتفضل الشاي عن القهوه ما ينفعش تقول I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. ما ينفعش هنا than خالص ابدا. امال نستخدم ايه؟ نستبدلها ب to، لان prefer الفعل ده بياخد حرف جر to. هتبقى الجمله I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. المعلومة الثانية ما ينفعش تقول I will go to home. I will go to home. أنا هروح البيت. لكن صح هنا I will go home على طول غير to. I will go home. I will go home. وفي النهاية يا ريت نعمل لايك وتعليق ظريف كده منك. سلام. يلا بينا نتعلم مصطلحات الصيدلية. انت وداخل الصيدلية نفسها اسمها فارماسي يعني صيدلية. الصيدلي نفسه اللي واقف ده اسمه فارماسيست، او ممكن نقول له كيمست. هيدي لك ايه بقى؟ هيدي لك دواء. الدواء اسمه ميدسن. انت بقى تعبان وعايز مسكن للألم، هتقول له عايز ايه؟ هتقول له عايز pain killer. وكمان عايز مخفض الحرارة بالانجليزي اسمه fever reducer. ادالك العلاج وعايز تسأله عن الآثار الجانبية للعلاج. آثار جانبية اسمها side effects. لو عندك كمان تأمين صحي وعايز تقول له عليه هتقول له health insurance. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، بس ما تنسوش مشاركة ولايك ومتابعة. مسلسل الكبير اللي كان شغال في رمضان اللي فات كان فيه كام كلمة غريبة باللغة الإنجليزية. نشوف مع بعض ونرجع نحلل. في أمريكا ذات نفسها بيسموها بزار وكريبي. أول كلمة قالها الكبير في المقطع اللي فات ده كلمة بيزار معناها هنا غريب أو عجيب الأطوار. مثال The story had a most bizarre ending. معناها ان القصة دي نهايتها غريبة. وكمان لما تعرف ان من عادات الجواز في تركيا ان العريس لازم يشرب قهوة هتقول that's bizarre. الكلمة التانية اللي قالها الكبير كلمة creepy ممكن نقولها في المسلسل ده على اكتر من شخصية. يعني ممكن نقولها على مربوح creepy، شخصية فعلا شخصية غريبة. ممكن نقولها على فزاع، ممكن نقولها على اي حد له اطوار معينة. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن المذاق باللغة الانجليزية. حلو او مسكر معناها sweet. معناها ايه؟ sweet. The tea is sweet. الشاي حلو او مسكر. مر يعني ايه بالانجليزي؟ معناها bitter. طب لو الشاي مر اقول عليه ايه؟ اقول the tea is bitter. لو الاكل حار مشطشط يعني زي ما بنقول كده بالبلدي اقول عليه ايه؟ اقول spicy. The food is spicy. طيب لو الاكل مالح اقول عليه ايه؟ اقول salty. The food is salty. وفي النهاية يلا سلام. See you later. سلام. لو عايز تقول بالانجليزي على الارجح لا، هتقولها ازاي بالانجليزي؟ هتقول probably not. لكن لو عايز تقول من غير سبب باللغة الإنجليزية هتقول for no reason. لو واحد صاحبك بيقول لك شوف لي شغلانة في الشركة بتاعتكم وعايز تقول له دي جابت ظرافها، جات على الحديدة، الشركة فلست، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ هتقول the company went belly up. The company went belly up.
Can't believe you and Carol went belly up, man. She was. Mom, his company went belly up. They went belly up like all the other internet companies. He's a loser. He lost all his equity when the firm went belly up in the recession of 71. Every store went belly up. Lumpy's the only one left. Oh, yes, I'm sure a lot of people went belly up on that one. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع فيديو جديد من سلسلة ازاي تقول باللغة الانجليزية. ازاي نقول ان الحاجة دي رخيصة جدا؟ اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول it was a steal. It was a steal. It was a steal. غالي جدا. اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول I cost an arm and a leg. I cost an arm and a leg. المصطلح الثالث، لو عايز تقول لحد على جثتي هتقول له ايه بالانجليزي؟ over my dead body. over my dead body. over my dead body. المصطلح الرابع اللي معانا النهارده، لو حابب تقول لحد ما تزنش على وداني، ما تلحش عليا، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ don't push me. don't push me. don't push me. don't push me. النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن امتحانات القبول في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية. تابعونا. يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. امتحان القبول في مدارس التمريض عبارة عن 4 امتحانات. الامتحان الأولاني عبارة عن امتحان لغة عربية، عبارة عن امتحان إملا يعني. الامتحان الثاني بيكون امتحان لغة إنجليزية. وبعد كده في كشف هيئة وكشف طبي. اللي يهمنا النهارده هو امتحان اللغة الإنجليزية. طبعا ناس كتير جدا مش عارفة امتحان اللغة الإنجليزية هيجي ازاي. طبعا الناس كلها خايفة من امتحانات القبول بتاعة مدارس التمريض، وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية. وده عنوان حلقتنا النهارده. اللي عايزكم تعرفوه ان امتحان اللغة الإنجليزية بيختلف من محافظة للتانية، بس دايما يعني اللي احنا بنشوفه انه بيتكون من 4 أسئلة. السؤال الأولاني بيكون عبارة عن محادثة dialogue، تمام؟ والسؤال الثاني بيكون عبارة عن choose، اختار. السؤال الثالث بيكون عبارة عن comprehension، عبارة عن قطعة فهم. اما السؤال الرابع والاخير بيكون عباره عن مقال. ما تقلقوش خالص، في اخر الفيديو انا سايب لكم بعض الاوراق اللي هتساعدكم في ان انت تعدي الامتحان. عشان تقدر تحله لازم تكون ملم بقواعد اللغه الانجليزيه في الصف الثالث الاعدادي، يعني قواعد ثالثه اعدادي تذاكرها كويس، تمام؟ السؤال الثاني اللي هو السؤال الاختيارات، لازم تكون ملم ببعض المفردات الطبيه، وانا جايب لك لسته ببعض المفردات الطبيه هعرضها ان شاء الله اخر الفيديو. السؤال الثالث اللي هو قطعة الفهم هتكون بسيطة وسهلة خالص، وهتقدر ان شاء الله تحلها وتعديها. السؤال الرابع هيكون سؤال المقال، مش هيطلع بره عن الموضوعين اللي انا هديهم لك اخر الفيديو مكتوبين وجاهزين، اللي هو عبارة عن موضوع عن النيرسينج او موضوع عن الفيروس. وفي نهاية الفيديو عايزك تشترك في القناة عشان تفيد غيرك والقناة تنتشر، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا في اللغة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واولى حلقات قل ولا تقل باللغة الانجليزية وانجليزي ديليفري. خليكم معانا. لو عايز تقول انا عندي اخبار كويسة، ما تقولش I have a good news. ما تقولش I have a good news. قول I have good news. I have
good news. عندي اخبار كويسه. لما تيجي تتكلم على سنك ما تقولش I have، هتستخدم I am. يعني ما تقولش I have 30 years old، انا عندي 30 سنه، دي غلط. هنستخدم I am 30 years old. ما تقولش I lost the bus، I lost the bus، دي غلط. هتقول I missed the bus، I missed the bus. لما الباص يسيبك ويمشي ما تلحقوش. I missed the bus. لو عايز تقول لحد انت موافق ما تقولهوش are you agree. are you agree ما تنفعش هنا. امال هنقول له ايه؟ هنقول do you agree. do you agree. ما ينفعش نقول I have arrived at Cairo. I have arrived at Cairo. ما ينفعش نقولها. امال نقول ايه؟ هنقول I have arrived in Cairo. I have arrived in Cairo. أنا وصلت القاهرة. ما ينفعش نقول I have arrived to the airport. لكن الصح أقول I have arrived at the airport. I have arrived at the airport. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى عبده من انجليزي ديليفري. يلا بينا. اخطاء شائعه في اللغه الانجليزيه خلي بالك منها. خليك معايا. لو انت بتفضل الشاي عن القهوه ما ينفعش تقول I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. ما ينفعش هنا زان خالص ابدا. امال نستخدم ايه؟ نستبدلها ب to، لان prefer الفعل ده بياخد حرف جر to. هتبقى الجمله I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. المعلومة الثانية ما ينفعش تقول I will go to home. I will go to home. أنا هروح البيت. لكن صح هنا I will go home على طول غير to. I will go home. I will go home. وفي النهاية يا ريت نعمل لايك وتعليق ظريف كده منك. سلام. يلا بينا نتعلم مصطلحات الصيدلية. أنت وداخل الصيدلية نفسها اسمها فارماسي يعني صيدلية. الصيدلي نفسه اللي واقف ده اسمه فارماسيست، او ممكن نقول له كيمست. هيدي لك ايه بقى؟ هيدي لك دواء. الدواء اسمه ميدسن. انت بقى تعبان وعايز مسكن للألم، هتقول له عايز ايه؟ هتقول له عايز بين كيلر. وكمان عايز مخفض الحرارة بالانجليزي اسمه fever reducer. ادالك العلاج وعايز تسأله عن الآثار الجانبية للعلاج. آثار جانبية اسمها side effects. لو عندك كمان تأمين صحي وعايز تقول له عليه هتقول له health insurance. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، بس ما تنسوش مشاركة ولايك ومتابعة. المسلسل الكبير اللي كان شغال في رمضان اللي فات كان فيه كام كلمة غريبة باللغة الإنجليزية. نشوف مع بعض ونرجع نحلل. في أمريكا ذات نفسها بيسموها بيزار وكريبي. أول كلمة قالها الكبير في المقطع اللي فات ده كلمة بيزار معناها هنا غريب أو عجيب الأطوار. مثال: The story had a most bizarre ending. معناها ان القصة دي نهايتها غريبة. وكمان لما تعرف ان من عادات الجواز في تركيا ان العريس لازم يشرب قهوة هتقول that's bizarre. الكلمة التانية اللي قالها الكبير كلمة كريبي ممكن نقولها في المسلسل ده على اكتر من شخصية. يعني ممكن نقولها على مربوح كريبي، شخصية فعلا شخصية غريبة. ممكن نقولها على فزاع، ممكن نقولها على اي حد له اطوار معينه. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن المذاق باللغه الانجليزيه. حلو او مسكر معناها سويت. معناها ايه؟ سويت. The tea is sweet. الشاي حلو او مسكر. مر يعني ايه بالانجليزي؟
معناها bitter bitter bitter. طب لو شيء مر اقول عليه ايه؟ اقول the tea is bitter. the tea is bitter. لو الاكل حار مشطشط يعني زي ما بنقول كده بالبلدي اقول عليه ايه؟ اقول spicy spicy spicy. the food is spicy. the food is spicy. طيب لو الاكل مالح اقول عليه ايه؟ اقول salty. the food is salty. the food is salty. the food is salty. وفي النهاية يلا سلام. see you later. سلام. لو عايز تقول بالانجليزي على الارجح لا، على الارجح لا، هتقولها ازاي بالانجليزي؟ هتقول probably not. Probably not. Probably not. Probably not. Probably. لكن لو عايز تقول من غير سبب باللغة الإنجليزية هتقول for no reason. 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 لو واحد صاحبك بيقول لك شوف لي شغلانة في الشركة بتاعتكم وعايز تقول له دي جابت ظرافها جت على الحديدة الشركة فلست، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ هتقول the company went belly up. the company went belly up. the company went belly up. I can't believe you and Carol went belly up, man. She was. Mom, his company went belly up. They went belly up like all the other internet companies. He's a loser. He lost all his equity when the firm went belly up in the recession of 71. Every store went belly up. Lumpy's the only one left. Oh, yes, I'm sure a lot of people went belly up on that one. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع فيديو جديد من سلسلة ازاي تقول باللغة الانجليزية. ازاي نقول ان الحاجة دي رخيصة جدا؟ اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول it was a steal. it was a steal. it was a steal. غالي جدا. اقولها ازاي بالانجليزي؟ اقول I cost an arm and a leg. I cost an arm and a leg. المصطلح الثالث لو عايز تقول لحد على جثتي هتقول له ايه بالانجليزي؟ over my dead body. over my dead body. over my dead body. المصطلح الرابع اللي معانا النهارده لو حابب تقول لحد ما تزنش على وداني، ما تلحش عليا، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ don't push me. don't push me. don't push me. don't push me. النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن امتحانات القبول في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية. تابعونا. يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. امتحان القبول في مدارس التمريض عبارة عن 4 امتحانات. الامتحان الأولاني عبارة عن امتحان لغة عربية، عبارة عن امتحان إملا يعني. الامتحان الثاني بيكون امتحان لغة إنجليزية. وبعد كده في كشف هيئة وكشف طبي. اللي يهمنا النهارده هو امتحان اللغة الإنجليزية. طبعا ناس كتير جدا مش عارفة امتحان اللغة الإنجليزية هيجي ازاي. طبعا الناس كلها خايفة من امتحانات القبول بتاعة مدارس التمريض وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية. وده عنوان حلقتنا النهارده. اللي عايزكم تعرفوه ان امتحان اللغة الإنجليزية بيختلف من محافظة للتانية، بس دايما يعني اللي احنا بنشوفه انه بيتكون من 4 أسئلة. السؤال الأولاني بيكون عبارة عن محادثة dialogue، تمام؟ والسؤال الثاني بيكون عبارة عن choose اختار. السؤال الثالث بيكون عبارة عن comprehension عبارة عن قطعة فهم. اما السؤال الرابع والاخير بيكون عبارة عن مقال. ما تقلقوش خالص، في اخر الفيديو انا سايب لكم بعض الاوراق اللي هتساعدكم في ان انت تعدي الامتحان. عشان تقدر تحله لازم تكون ملم بقواعد اللغة الانجليزية في الصف الثالث الاعدادي، يعني قواعد ثالثة اعدادي تذاكرها كويس، تمام؟ السؤال الثاني اللي هو السؤال الاختيارات لازم تكون ملم ببعض المفردات الطبية، وانا جايب لك لستة ببعض المفردات الطبية هعرضها ان شاء الله اخر الفيديو. السؤال الثالث اللي هو قطعة الفهم هتكون بسيطة وسهلة خالص وهتقدر ان شاء الله تحلها وتعديها. السؤال الرابع هيكون سؤال المقال، مش هيطلع بره على الموضوعين اللي انا هديهم لك اخر الفيديو مكتوبين وجاهزين، اللي هو عبارة عن
موضوع عن النيرسينج او موضوع عن الفيروس. وفي نهاية الفيديو عايزك تشترك في القناة عشان تفيد غيرك والقناة تنتشر، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا في اللغة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واولى حلقات قل ولا تقل باللغة الانجليزية وانجليزي ديليفري. خليكم معانا. لو عايز تقول انا عندي اخبار كويسة، ما تقولش I have a good news. ما تقولش I have a good news. قول I have good news. I have good news. عندي أخبار كويسة. لما تيجي تتكلم على سنك ما تقولش I have، هتستخدم I am. يعني ما تقولش I have 30 years old. أنا عندي 30 سنة. دي غلط. هنستخدم I am 30 years old. ما تقولش I lost the bus. I lost the bus. دي غلط. هتقول I missed the bus. I missed the bus. لما الباص يسيبك ويمشي ما تلحقوش. I missed the bus. لو عايز تقول لحد انت موافق ما تقولهوش are you agree. are you agree ما تنفعش هنا. امال هنقول له ايه؟ هنقول do you agree. do you agree. ما ينفعش نقول I have arrived at Cairo. I have arrived at Cairo. ما ينفعش نقولها. امال نقول ايه؟ هنقول I have arrived in Cairo. I have arrived in Cairo. أنا وصلت القاهرة. ما ينفعش نقول I have arrived to the airport. لكن صح أقول I have arrived at the airport. I have arrived at the airport. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مصطفى عبده من انجليزي ديليفري. يلا بينا. اخطاء شائعة في اللغة الانجليزية خلي بالك منها. خليك معايا. لو انت بتفضل الشاي عن القهوة ما ينفعش تقول I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. ما ينفعش هنا زن خالص ابدا. امال نستخدم ايه؟ نستبدلها ب to، لان prefer الفعل ده بياخد حرف جر to. هتبقى الجملة I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. المعلومة الثانية ما ينفعش تقول I will go to home. I will go to home. أنا هروح البيت. لكن صح هنا I will go home على طول غير to. I will go home. I will go home. وفي النهاية يا ريت نعمل لايك وتعليق ظريف كده منك. سلام. يلا بينا نتعلم مصطلحات الصيدلية. انت وداخل الصيدلية نفسها اسمها فارماسي يعني صيدلية. الصيدلي نفسه اللي واقف ده اسمه فارماسيست او ممكن نقول له كيمست. هيدي لك ايه بقى؟ هيدي لك دواء. الدواء اسمه ميدسن. انت بقى تعبان وعايز مسكن للألم، هتقول له عايز ايه؟ هتقول له عايز pain killer. وكمان عايز مخفض الحرارة. مخفض الحرارة بالانجليزي اسمه fever reducer. ادالك العلاج وعايز تسأله عن الآثار الجانبية للعلاج. آثار جانبية اسمها side effects.
لو عندك كمان تأمين صحي وعايز تقول له عليه هتقول له health insurance. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، بس ما تنسوش مشاركة ولايك ومتابعة.